في قرار مفاجئ خرج مجلس السيادة السوداني ليعلن تجميد عضوية الخرطوم في الهيئة الحكومية للتنمية في شرق إفريقيا إيغاد. الخارجية السودانية أوضحت خلفية القرار واتهمت الإيغاد بتجاهل قرار السودان الذي نقل إليها رسميا بوقف انخراطه وتجميد تعامله معها في أي موضوعات تخصه، وهو لم يحدث في قمة المنظمة الاستثنائية التي عقدت بأوغندا يوم الخميس. البيان أفاد أن قائد الجيش عبد الفتاح البرهان أرسل رسالة إلى رئيس جيبوتي ورئيس الإيغاد إسماعيل عمر جيلة أبلغه فيها بقرار التجميد بدعوى انتهاكها لسيادة السودان. تطورات جاءت بعد دعوة الإيغاد للبرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان داغالو إلى الاجتماع بشكل مباشر لإنهاء الحرب الدائرة في البلاد منذ منتصف أبريل الماضي. دعوة لم تتم بسبب غياب البرهان عن قمة إيغاد احتجاجا عن عدم تنفيذ مقررات القمة السابقة المتعلقة بالوضع في السودان. أما داغالو الذي حضر القمة بناء على دعوة رسمية وعلى الرغم من فشل اللقاء مع البرهان أبدى مجددا انفتاحه لأي حوار أو لقاء ينهي الأزمة في السودان ويوقف الحرب فيها. وكان البيان الختامي لقمة إيغاد دعا إلى التنسيق مع الاتحاد الإفريقي والمجتمع الدولي لحشد الدعم لعملية السلام ووقف فوري لإطلاق النار بهدف حل النزاع في السودان.